وفاة الممثل المصري تامر ضيائي أمام مستشفى. تحدثت وسائل إعلام مصرية عن وفاة الممثل تامر ضيائي أمام بوابة مستشفى للسرطان بالقاهرة في أعقاب مشاجرة مع فرد من الأمن. وطبقا لصحيفة المصريون، فإن التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة في ملابسات وفاة ضيائي يبلغ من العمر 50 عام تشير إلى أنه كان يصطحب زوجته لمستشفى السرطان لتلقي جرعة العلاج الكيماوي حين طلب الدخول للمستشفى، إلا أن فرد الأمن رفض وأخبره بوجود مرور وتشاجر معه، فصفعه الفنان على وجهه ورد له فرد الأمن الصفعة وتركه وغادر. وأثناء خروج ضيائي سقط على البوابة الخاصة بالمستشفى متوفيا بعد أن تعرض لهبوط حاد طبقا لما نقلته الصحيفة. وأكد نقيب الممثلين أشرف زكي قائلا إن ضيائي توفى من جراء الاعتداء من قبل أحد الأشخاص وليس بسبب وعكة صحية تعرض لها مؤخرا. وألقت السلطات القبض على فرد أمن بمستشفى أورام الثدي في التجمع الأول بعد نشوب مشاجرة بينه وبين الفنان المسرحي حسب ما ذكرت الصحائف. وذكرت أيضا أن السلطات المختصة تجري تحقيقا في القضية والاستماع لأقوال أفراد أمن المستشفى والمسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال حازم الدين ضياء صديق ضيائي: البارحة كان سعيدا بتخرج ابنه واليوم توفى. وشارك ضيائي بأعمال عدة آخرها مسلسل عملة نادرة، كما ظهر بأفلام 1-0 ورامي الاعتصامي وأنا مش معاهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، تابعونا في فيديو جديد.